بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع اليوم نقدمه حول الشيعة وما حصل للشيعة في الكوفة بعد شهادة المولى أمير المؤمنين وبعد تسلط معاوية على رقاب المسلمين. طبعا النصوص الواردة إلينا أحبة الكرام، العداء الذي كان من بني أمية لشيعة المولى أمير المؤمنين عداء واضح وصريح، حتى بلغ أنهم كانوا يقتلون كل مولود اسمه علي. أن بني أمية كانوا إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي تصغير. وقال ابن حبان كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم عليا رضي الله عنه وأنا أقول عليه السلام، ولهذا قيل لعلي بن رباح علي، ولمسلمة بن علي مسلمة بن علي. هذا كتاب الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح أبو إسحاق إبراهيم الأبناصي القاهري الشافعي المتوفى 802. كذلك أحبة الكرام ورد هذا في شرح التبصرة والتذكرة لألفية العراق المتوفى 806. هذا أحبة الكرام أمامكم نفس النص، يعني أنا فقط الآن أنقل الكتاب وأنقل يعني للمصادر كذلك. نعم، هذه أمامكم أحبة الكرام شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراق المتوفى 806. كانوا يقتلون كل مولود اسمه علي. ورد كذلك في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للعلامة السيوطي المتوفى على ما أظن 911، يقول أحبة الكرام النص فيه صار، نعم هذا لازم نعدله مو مشكلة، الجزء الثامن. هذا أحبة الكرام يقول وقال ابن حبان في الثقات كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا، كل علي عندهم ماذا؟ عليا. لماذا؟ لبغضهم عليا رضي الله تعالى عنه وأنا أقول عليه السلام، ومن أجله قيل لوالد مسلمة ولابن رباح علي. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي الجزء الثاني صفحة 838. الآن أحبة الكرام طبعا معروف المبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ماذا؟ منافق. نعم، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمولى أمير المؤمنين. هذه كذلك أحبة الكرام ورد عندنا في تسلسل 505 بترجمة علي بن رباح. يقول ابن قصير بن قشيب بن يينع اللخمي المصري واسمه علي لكنه صغر. قال أبو عبد الرحمن المقري بن أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي. هذا تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي. نعم، هذا الجزء مالته السابع صفحة 427. هذه طبعا أحبة الكرام مصادر كثيرة تذكر ذلك، الوافي بالوفيات للصفدي يذكر ذلك، ومصادر كثيرة حتى سير أعلام النبلاء تعرض لهذا للذهبي. فكان العداء واضح من بني أمية للمولى أمير المؤمنين. معاوية بدأ خطة مدروسة يحاول فيها المنع من ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. احنا حتى نبدأ نتسلسل في هذا الموضوع. طبعا عندنا من كتبنا يذكر ذلك صاحب البحار، صاحب بحار الأنوار، وأنا طبعا ما أريد أستشهد به لأنه كتاب شيعي لا يكون حجة على القوم. نعم، لكن من يستشهد بذلك عندنا من أعلامهم طبعا وهو صاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، والنص طويل وأنا سأنزل هذا النص أذكره للأخوان الكرام حتى يتتبعوا معنا في هذا. نعم، يقول صاحب كتاب، أنا أنزل النص أول مرة بالكامل، صاحب كتاب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد وهو من كبار علماء ماذا؟ علماء أهل السنة والجماعة. يقول
وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة، أي عام ماذا؟ عام الصلح، وهذا عام الجماعة اللي من وراته سموا هؤلاء أهل السنة، هي سنة الجماعة. على كل حال صحفت أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام، فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة، فكان يتتبع شيعة علي وهو بهم عارف، لأنه كان منهم أيام علي فقتلهم تحت كل حجر ومدر، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم وشردهم عن العراق، فلم يبقى بها معروف منهم، لم يبقى فيه معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة، وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. جيد أحبتي الكرام؟ جيد. هذا طبعا ما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ذكر لنا هذا كذلك صاحب أخبار الدولة العباسية، يقول ونادى منادي معاوية أن برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي وفضل أهل بيته. برئت الذمة. جيد. طبعا هاي الضغوط تستمر من معاوية على الشيعة في كل مكان، وبالطبع ستكون الكوفة لها الحظ الأوفر لما بها من خلص شيعة الإمام علي عليه السلام. استخدم معاوية الجانب الاقتصادي، أمر بمنع العطاء عن كل من يتولى الإمام علي عليه السلام، وكذلك هدم الدور والقتل. يعني نستطيع أن نقول أن تلك الفترة كانت تعيش الكوفة حكما بوليسيا فاشيا بواسطة أجهزة قمعية. نرى هذا النص أحبتي الكرام كما ورد في صاحب شرح النهج ابن البلاغة لابن أبي الحديد، يبين لنا هذا وهو من كبار علماء إخواننا أهل السنة. ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة، أي معاوية، إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره، فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق، ولا سيما من؟ بالكوفة. ولا سيما وين؟ بالكوفة. فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع. جيد. الآن الكوفة زين مع أسلوب إخفاء الحقيقة أحبتي، وفضل آل بيت النبي، وتتبع شيعة الإمام علي عليه السلام وقتلهم، أخذ معاوية ينشر الأكاذيب والأحاديث الموضوعة بفضل يعني حتى يفضل آخرين بعد أن نشر أحاديث موضوعة في حق عثمان. لماذا؟ ليكون مدرسة أخرى مقابلة ومناهضة لمدرسة محمد وآل بيت محمد، تكون مدرسة جديدة أكو عندنا. جيد. نرى أحبتي الكرام كذلك هذا النص في شرح النهج لابن أبي الحديد،
وهو كما بينا أنه من كبار علماء أهل السنة. ننزل النص إحنا إن شاء الله بالكامل حتى يتبين لنا، وسنبين بعد حقائق كثيرة أخرى. يقول هذا النص أحبتي الكرام: ثم كتب إلى عماله أي معاوية أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرأت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها. وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقى إلى معلم الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله. جيد. الآن أحبتي الكرام نأتي إلى تتبع زياد ابن أبيه عليه لعنة الله إلى شيعة المولى أمير المؤمنين ومن كتب أهل السنة، حتى نعرف ماذا حل في الكوفة، ماذا حل لشيعة علي بن أبي طالب في الكوفة. يقول: حدثني الأعين حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: بلغ الحسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي فيقتلهم. زياد يتتبع شيعة علي فيقتلهم، فقال: اللهم تفرد بموته فإن في القتل كفارة. أنساب الأشراف البلاذري المتوفى 279. جيد. هذا النص الأول. النص الثاني هذا أحبتي الكرام في المعجم للطبراني، في المعجم للطبراني، هذا أحبتي الكرام في المعجم للطبراني: حدثنا فلان عن فلان عن سفيان عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعة علي عليه السلام، هو يقول رضي الله عنه، فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه فقال: اللهم تفرد بموته فإن القتل كفارة. إذا أحبتي الكرام، الآن أنا أحبتي الكرام طبعا لعل البعض يقول يعني من المخالفين من الجهلة من الورعان من الصبيان لعله يقول أن هذه الأحاديث كذب. أنا الآن راح أبين لكم هذا أمامكم أحبتي الكرام. هذا وعن الحسن عليه السلام قال: كان زياد يتتبع شيعة علي فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي عليهم السلام فقال: اللهم تفرد بموته فإن القتل كفارة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. هذا رد على خاف أحد يدعي أنه كذب، يدعي أن الحديث ضعيف، أن كذا أن كذا. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي الجزء السادس صفحة 408. رجاله رجال الصحيح، يعني رجال من؟ رجال البخاري ومسلم. كذلك ورد هذا الحديث في كتاب المحن لأبي العربي أو المحن أبو العربي المتوفى أن زياد كان يتتبع شيعة علي فيقتلهم تحت كل حجر ومدر. جيد. بعدين أحبتي الكرام جاء هذا كذلك في تاريخ دمشق ورد. أنا أعطي النصوص بعد ما راح أقرأ، يكفي يعني أنا قرأت والنصوص نفسها تقريبا. هذه النصوص أحبتي الكرام، هذه النصوص أحبتي الكرام التي جاءت في كتب القوم، تاريخ دمشق بن عساكر جزء 19 صفحة 202 تحقيق علي شيري الأجزاء 70. جيد. الآن أحبتي الكرام يذكر هذا كذلك صاحب كتاب الفتوح بن أعثم في ذكر موت زياد، في ذكر ماذا؟ موت زياد ابن أبيه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول ذكر موت زياد بن أبيه قال: وجعل زياد يتتبع شيعة علي بن أبي طالب فيقتلهم تحت كل حجر ومدر حتى قتل منهم خلقا كثيرا
وجعل يقطع أيديهم وأرجلهم ويسمل أعينهم كما كان يفعل فرعون، وجعل أيضا يغري بهم معاوية، فقتل منهم معاوية جماعة، وفي من قتل منهم حجر بن عدي الكندي وأصحابه. وبلغ ذلك الحسن بن علي عليه السلام فقال اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالا عاجلا إنك على كل شيء قدير. قال فخرج به خراج في إبهام يده، وفشى ذلك الخراج في يده اليمنى حتى ثقلت يده، فاستشار الناس في قطعها فلم يشيروا عليه بذلك واشتد الأمر. الفتوح لابن أعثم الكوفي. أنا طبعا كل هذه التي أنقلها هذا طبعا في عام 51. كل هذه النصوص التي أنقلها أحبتي من كتب إخواننا أهل السنة، أنا ما أنقل شيء من جيبي. هذا كذلك ورد أحبتي في كتاب فوائد أبي علي الصواف المتوفى 359، كان زياد يتتبع الشيعة يقتلهم. كل هذه النصوص في كتب أهل السنة. جيد. كذلك يذكره صاحب سير أعلام النبلاء الذهبي. طبعا هذا الرجل هم عنده ميول أموية، يعني لا يستطيع بعد واحد أن يطعن به، متمام له لا؟ يعني كذلك هذا الرجل عنده ميول أموية، واضحة القضية مو؟ هذا أحبة الكرام جاء فيه يقول قال أبو الشعثاء كان زياد أفتك من الحجاج، كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخالف هواه. قال الحسن البصري بلغ الحسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم، فدعا عليه وقيل أنه جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، فأصابه حينئذ طاعون في سنة 53. يعني حتى نعرف ماذا حل بالكوفة وماذا فعل زياد بن أبيه في الكوفة. لنرى تاريخ الإسلام للذهبي أحبة الكرام أن زياد كان يجمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من علي عليه السلام. قال الحسن البصري بلغ الحسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم، فدعا عليه. وروى ابن الكلبي أن زيادا جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من علي، فخرج خارج من القصر فقال إن الأمير مشغول فانصرفوا، وإذا الطاعون قد ضربه. توفي سنة 53 وله أخبار طوال. تاريخ الإسلام للذهبي الجزء 4 صفحة 210. أنا كل النصوص جاي أنزلها يعني حتى لا يتقول علينا قائل ويقول أن الشيعة تقول أو ما تقول كذا إلى آخره. كذلك أحبة الكرام ابن أبي الدنيا في كتابه ابن أبي الدنيا ينقل لنا هذا النص. أنا آخذ من عنده الجزء اللي أستفاد من عنده طبعا فقط، بس أنطيكم الآن المصدر حتى لا يتقول علينا أحد. في كتاب المختصرين لابن أبي الدنيا. جيد. يقول ابن أبي الدنيا حدثنا فلان عن فلان إلى أن يقول حدثني أبي رحمة الله عن هشام بن محمد قال حدثني أبو المقوم الأنصاري يحيى عن أمة عائشة عن أبيها عبد الرحمن بن السائب جمع زياد أهل الكوفة فملأ منهم المسجد والرحب والقصر ليعرضهم على البراءة من علي. قال عبد الرحمن فإني لمع نفر من الأنصار والناس في أمر عظيم. قال فهومت تهويمة فرأيت شيئا أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدب أهزل، فقلت ما أنت؟ قال أنا النقاد ذو الرقبة، بعثت إلى صاحب القصر فاستيقظت فزعا فقلت لأصحابي هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا لا، فأخبرتهم. قال ويخرج علينا خارج من القصر فقال إن الأمير يقول لكم انصرفوا فإني عنكم مشغول، وإذا الفالج قد ضربه. فأنشأ عبد الرحمن بن السائب يقول ما كان منتهيا عما أراد بنا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة فأثبت الشق منه ضربة ثبتت كما تناول ظلما صاحب الرحبة. المختصرين لابن أبي الدنيا. كل المصادر اللي أنا أنقلها أحبتي هي من إخواننا أهل السنة. كذلك جاء هذا في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبو الفرج بن الجوزي، وهذا الرجال حنبلي بعد ما واحد هم يقول لنا هذا كافي أو يقول لنا هذا بحار الأنوار،
وهذا هم النص أمامكم، وبالجزء والصفحة والمصدر. هذا النص أمامكم أحبتنا الكرام، بالجزء والصفحة والمصدر، وهذا هم الشعر مع النقلة، حتى لعل الإخوان يستفادون من عنده. وهذا أمامكم النص إن شاء الله. المنتظم لابن الجوزي، واعتقد صاحب المنتظم خو مو رافضي هذا يا موالين، متمام لو لا خو مو رافضي. هذا النص أمامكم لكل من يريد نفس النص، ماكو لا يعني لا داعي لأن أعيد حتى لا يكون ملل، لكن فقط النص أمامكم. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 597، الجزء الخامس صفحة 262. جيد. كل هذه المصادر تشير إلى ما فعلوا في الكوفة، ماذا فعل ابن زياد في الكوفة. نأتي الآن إلى قضية مهمة أحبتي الكرام. هناك حدث تهجير للشيعة من الكوفة ومن البصرة، وهذه النصوص طبعا ثابتة كما يذكرها لنا صاحب كتاب فتوح البلدان البلاذري في كتابه وغيره، وسنقف عندها إن شاء الله. يقول: وحدثني أبو عبد الرحمن الجعفي قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل من أهل الصاغنيان كان يطلب معنا الحديث: أتدري من فتح بلادك؟ قال: لا. قال: فتحها الحكم بن عمرو الغفاري، ثم ولى زياد بن أبي سفيان الربيع ابن زياد الحارثي سنة 51 خراسان، وحول معه من المصرين زهاء 50 ألفا بعيالاتهم، زهاء 50 ألفا بعيالاتهم. يعني إذا كل عائلة 5 نفرات يكون العدد 125 ألف تقريبا. سنأتي إلى نص أنه هجر من الكوفة 25 ألف ومن البصرة 25 ألف، وكان فيهم بريدة بن الخصيب الأسلمي أبو عبد الله، وبمر توفي أيام يزيد بن معاوية، وكان أيضا أبو برزة الأسلمي عبد الله بن نضلة، وبها مات وأسكنهم دون النهر. حتى لا يقول واحد وين صاروا الشيعة بالكوفة. الشيعة تم تهجيرهم من الكوفة، الشيعة تم قتلهم. لهذا سنثبت أنه بعد عند قدوم الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة لم تكن الكوفة فيها الغالبية شيعة، لا، كان عدد الشيعة قليل. الغالبية كانوا من شيعة معاوية، الغالبية كانوا من شيعة يزيد عليه لعنة الله. وكتب زياد إلى خليد بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان، ثم بعث الربيع بن زياد الحارث إلى خراسان في 50 ألفا من البصرة، 25 ألفا من الكوفة، 25 ألفا من أهل البصرة. الربيع وعلى أهل الكوفة عبد الله بن أبي عقيل، وعلى الجماعة الربيع بن زياد. تاريخ الطبري المتوفى 310 الجزء الخامس صفحة 226. حتى نعرف وين الشيعة اللي كانوا بالكوفة، ذول اللي يقولون ذول تم تهجيرهم. يقول: فولى زياد الربيع كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج المتوفى 337. فولى زياد أحبتي الكرام الربيع، فولى زياد الربيع بن زياد الحارثي خراسان سنة 51، وحول معه من أهل المصرين يقصد بها الكوفة والبصرة زهاء 50 ألف بعيالاتهم، فأسكنهم ما دون النهر. تهجير، تسفير. شلون كان صدام سفر الشيعة، هذا مسفر نفس القضية. كذلك جاء في الكامل للتاريخ لابن الأثير، كذلك ورد في الكامل للتاريخ لابن الأثير. وفي هذه السنة أي سنة 51 وجه زياد بن أبيه إلى آخره. الكامل في التاريخ ابن الأثير المتوفى 630 تحقيق عمر بن عبد السلام تدمري. جيد. وكذلك أحبتي الكرام الدولة الأموية يذكرها، يعني هذا كتاب حديث هو للصلابي يذكر هذا. الآن إذا كان أهل الكوفة أحبتي من الشيعة، يعني أنا أذكر هذا النص مهم للصلابي وعندنا تعليق عليه: الدولة الأموية وعوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. الصلابي هذا من المعاصرين قال: وجدد البليقان إلى ما هنالك من تحصينات دفاعية قام بإنشائها، كما قلد الوالي زياد بن أبيه القائد
الربيع بن زياد الحارثي ثغر خراسان، وأرسل معه من المصرين الكوفة والبصرة زهاء 50,000 من الجند بعيالاتهم، وأسكنهم ما دون النهر لحماية حدود الدولة الإسلامية هناك. يقول لحماية الدولة الإسلامية هناك. جيد. إذا كان أهل الكوفة من الشيعة وهؤلاء لم يحسم ولاؤهم للدولة، إذن كيف يعتمد عليهم لحماية حدود دولة بني أمية؟ أو أن نقلهم وتهجيرهم إلى ما دون النهر كان السبب هو إبعاد هؤلاء عن الكوفة لتشيعهم. النصوص كلها تؤكد أنه كان إبعاد هؤلاء الشيعة، إبعادهم عن الكوفة لتشيعهم. الآن نأتي أحبتي الكرام لنرى هل كان العراق كما يدعون كله كما يقولون أن الشيعة العراق. نقرأ هذه النصوص ونرى. شوف هذه النصوص أحبتي الكرام. معاوية يقول: ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خربة، يجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم. ذولا كانوا من جماعة معاوية، لكن كان المولى أمير المؤمنين يعطيهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راغب قدم عليه، فلا نستنكره في نصيحته. قال معاوية: وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق، هذا في مصنف عبد الرزاق الصنعاني. معاوية عنده شيعة، لم يكن ذاك اليوم، ما كان هكذا. نعم، كانت هناك بذرة إلى التشيع في الكوفة قضى عليها زياد بن أبيه، بقوا من الشيعة العدد القليل الذي لا يعتد به، وأثبتناه من خلال النصوص. هذا معاوية يقر ويعترف أنه كان يكتب لشيعته في العراق. قلت لأهل الشام: لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه، فإنه لنا شيعة. يأتينا كيس نصيحته سرا: ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خربة، يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم إلى آخره، ويحسن كل راكب، ألا تستنكرونه؟ قال معاوية: وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق. فكما كان هناك شيعة، فإذا أكو لمعاوية شيعة. نعم، أتباع شيعة إله. نعم، فلا يدعون أن الكوفة كانت مغلقة. كذلك كتاب الولاة والقضاة يذكر هذا، كتاب الولاة والقضاة كذلك يذكر هذا. جيد. كذلك المواعظ، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقي الدين المقريزي، كذلك يذكر أن لمعاوية كان شيعة في العراق. شفت أحبتي الكرام؟ الآن حتى يزيد عليه لعنة الله، يقول: أنا هذا النص أمامكم أحبتي الكرام كما يذكره لنا الطبري. يقول: أنا أقرأ من نص النص، طبعا ما راح أقرأ النص بالكامل لأنه حتى نستفاد من عنده. يقول: أما بعد، فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة. شوف، حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام. هذا يزيد عليه لعنة الله. إذن كان ليزيد شيعة بالكوفة. هذا كذلك أحبتي الكرام ورد في تاريخ الطبري، هذا أمامكم في تاريخ الطبري أحبتي الكرام. فلا يدعون هذا الادعاء هؤلاء. نعم. وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد، فقال سرجون: أرأيت، إلى أن يقول: أما بعد، فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة، حتى تثقفه فتوثقه وتقتله وتنفيه والسلام. القضية وين؟ القضية لم تكن الكوفة. نعم، كان شيعة في الكوفة، لكن قرأنا عليكم كيف تم تهجيرهم، كيف تم قتلهم،
كيف كانت تحرق دورهم، كيف كانت تهدم دورهم. كذلك هذا النص ورد إلينا في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي، نعم، أنه كتب إلي شيعتي وقد جيد. هذا أحبتي الكرام ملخص قصير، ما أردت تطول أنا حتى الحلقة لا تصير طويلة ولا تصير مملة. الآن بينا بالأدلة القطعية أحبتي أن الذين كانوا في الكوفة لم يكونوا، يعني كانوا شيعة في الكوفة لكن هجرهم ابن زياد، قتلهم زياد بن أبيه وهجرهم من الكوفة. وبينا كيف أن معاوية كان يحاربهم اقتصاديا، كان معاوية كل من يذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب يمنع منه العطاء، كيف كان يقتلهم على التهمة والظن والشبهة. وإن شاء الله عندنا حلقة ثانية الآن نصل عندما يصل الإمام الحسين إلى الكوفة، ما هي الكوفة وكيف كانت الكوفة وما هي أجواء الكوفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، منا ومنكم آدمنية ويوزرية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.